لاحظت سقوط التيك توكر الجزائرية كاتيا ووفاتها في بث مباشر ومعاناتها من سكرات الموت. كانت تعتقد أنها آلام المعدة ليتم إعلان وفاتها بعد ذلك. كاتيا فتاة مجهولة النسب وهي تائبة إلى الله تعالى. تم استضافتها عدة مرات في حصص جزائرية، منها حصة ما وراء الجدران، وأعلنت توبتها رفقة الشيخ شمس الدين. اللهم ارحمها واغفر لها وادعو لها بالرحمة والمغفرة. العبرة بالخواتم. رغم أنها كانت تظهر أمام الناس بصفة غير لائقة، إلا أن في دقائقها الأخيرة قبل أن يتوقف قلبها كانت تقدم بعض الأغراض إلى الفقراء. ماتت أمامنا على المباشر، كانت عاملة لايف، ربما كان قلبها طيب ومن يدري. اللهم ارحمها واغفر لها يا رب. خالتي شكون يعرف دارها؟ كاتيا صافا اختي واش بيها؟ خلط عليك خلط عليك يا كاتيا نوضي تكسلي، دوري على كرشك، دوري على ظهرك اختي. يا كاتيا دوري على ظهرك، تقلقتي خي، قلت لك ما تتقلقيش. كاتيا عمري سمعيني مليح، ركزي معايا شويه، كيما راكي دوري على ظهرك ورفدي رجليك شويه. سمعيني شويه، سمعيني وركزي معايا. كيما راكي دوري على ظهرك ورفدي شويه رجليك. خلط عليك خلط عليك يا خالتي ما تعرفوش وين تسكن. خلط عليك خلط عليك يا بنات شي وحده تعرف وين تسكن الله يستركم، عيطوا لومبيلونس. يا ربي يا ربي يا ربي، البنات الله يستركم، شكون اللي تعرف تبعث لي لادريس نروح ليها. البنات